أبراج مستحيل تنساها بسهولة. الأبراج دي لو دخلت حياتك صعب تنساها، حتى لو انت تظاهرت ان انت نسيتها لكن صعب. الأبراج دي ما تتنسيش، فعلا ما تتنسيش، لأن أبراج ليها كاريزما، ليها حضور، ليها حب. اما بتخش حياة الشخص لا بتسيب اثر فيه، لازم تسيب اثر فيه. فمستحيل تنسى الابراج دي لو دخلت حياتك. فتعالى بقى صلي على النبي وقولي انت برج ايه، وتعالى نشوف مين الابراج اللي صعبة تتنسي. واول برج معانا برج العقرب. برج العقرب مستحيل يتنسي، لانه بيسيب اثر قوي جدا وصعب تنساه. اثر بقى بطريقته، بقوته، بشخصيته، المهم ان هو صعب تنساه. تاني برج معانا السرطان، لانه حنين جدا جدا جدا. فمشاعره اللي هو اداها لك انت مش هتلاقي زيها ابدا مهما تدور. فصعب اصلا تنسى البرج ده، حتى لو قابلت 1000 واحد مش هتلاقي زيه. برج الأسد، حضور وكاريزما عالية مش هتلاقيها عند حد تاني. بيفضل عالق في الذاكرة العمر كله. ولا هتلاقي حب زي حبه، ولا صدق زي صدقه، ولا هزار زي هزاره، ولا كاريزما زي كاريزمته، ولا أي حاجة من حاجات برج الأسد. صعب، مستحيل. مهما لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي حد زيه. فهتخسره العمر كله وهيفضل في دماغك العمر كله. واخر برج معانا الحوت، رومانسي، حساس، وبيسيب احساس مش اي حد ينساه. ما انت مش هتلاقي الرومانسيه دي عند حد تاني اصلا غير برج الحوت. فالابراج ديت بتفضل في الذاكره مهما بعدت عنهم. خلي بالك، لانهم بيفضلوا الوجع اللي في قلبك، اللي عمرك ما هتهرب منه. صح ولا غلط؟ انتوا فين؟ خلص الكلام، سلام.